إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. إذا مش نواصل حديثنا في درسنا طبعا أسباب النزول اللي هزنا لي درس الناسخ والمنسوخ، باعتبار الآية اللي احنا بدأنا بسبب نزولها ثم انطلقنا إلى شرحها وتفسيرها، وهي قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وصلنا في الحديث عن الناسخ والمنسوخ عن الحكمة من النسخ، وقلنا من مقاصد الشرع لتحقيق مصلحة المكلف تارة ينزل الوحي بالحكم الشاق على المكلف لأجل اختبارهم وامتحان صدقهم. وأتينا بأمثلة منها التوجه إلى بيت المقدس، أمر المسلمين بالتوجه إلى بيت المقدس ونسخ ذلك التوجه إلى الكعبة. ففي بداية الأمر صعب على المسلمين طبعا أن يتوجهوا ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا يفعل ذلك إلا مؤمن الصادق. مؤمنون الصادقون أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس فتوجهوا له اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمروا أن يعودوا إلى الكعبة المشرفة فعادوا إليه وانتهى الأمر. هذه خلاصة باش ندخلوا لبقية الدرس. إذا حتى يبين لنا ربي أنت مع شكون؟ أنت مع خالق الأكوان ولا مع المكان؟ لا، أنا مع خالق الأكوان، ما يهمنيش المكان. ربي وجهني لبيت المقدس وبعد وجهني للكعبة، ما يهمنيش يقولوا كفار قريش، ما يهمنيش يقولوا اليهود في الجهة الأخرى، لا. العلة هنا إيمانية، وهي أن القدسية في الأمر ليست في المكان وإنما في الآمر، للآمر القدسية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكانت أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم اللي هي الكعبة، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذن هنا ارتاب اليهود انزعجوا. كيفاش؟ وارتابوا. ايش قالوا اليهود؟ قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا متجهين قبلة الأنبياء بيت المقدس، شنو اللي غيرها؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني يحبوا يشكوا المسلمين، ما كل مرة تبديل، كل ما هذا مش دين صحيح، هذا محمد كل مرة يبدلكم، يحبوا يشكوا. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فجاوبهم ربي قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يفعل ما يريد، الله يفعل، يختار ويفعل ما يريد. وقال تعالى أيضا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال تعالى أيضا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، بين السبب والحكمة يا رب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هي بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم، الله يعلم شكون بشي يختار هكا ولا، لكن يعني الأمر يكون يتحقق حقيقة، مش نحكي نحاسبكم عليه أو بال الأمر شكون المؤمن الصادق من المؤمن
نضعضع شوي، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. اللي هداه ربي يقول لا هذا أمر ربي، أقول لا. لما نزلت الآيات هذه بينت لنا الأمر، لكن ربي سبحانه وتعالى نزل الأمر إلا بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. من أمر بالاتجاه إلى بيت المقدس أول صلاة المسلمين؟ من أمر؟ الله، هكذا. لكن لم يأمرنا بذلك في القرآن. هل وجد الأمر هذا في كتاب الله؟ أمرنا ربي في القرآن بالتوجه إلى بيت المقدس؟ لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه، وأمر المسلمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحكمة الربانية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى بيت المقدس، وأمر المسلمين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مش يبان اللي يحب يتبع ولا اللي ما يحبش يتبع، اللي قلبه مريض ولا لا. هنا باش نفهموا أن راهو هذا الدين دين اتباع ودين تسليم لما جاء به الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ما جابش من عنده، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جابش حاجة من عنده، راهي بوحي من الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص، علمه شديد ما تحيرش مخك، ما توجعش راسك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. ما عادش عندك ما تختار. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبع وسعته، تبع وتلقى كان النتيجة الطيبة، النتيجة الباهية، مصلحتك أنت تبع. هكذا يحب يعلمنا رب سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا ما لهن إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه. راه مشكل في هذه جابها لنا ربي مثال. راه في برشا أشياء برشا ناس يقولوا علاش هكا وعلاش لا، هكا أعطاك جواب في هذا للكل. راه برشا حاجات باش يعرف ربي أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما تحبوش، تحب ربي ولا ما تحبوش. كان تحب ربي وتحب الرسول تتبع الرسول، كان ما تحبش. فلذلك هذه التربية الإيمانية لا بد منها. الصحابة ما كانش كيتربوا على التربية هذه، ما عادش يقول لهم ما تتبعوش اليهود والنصارى. فهموها من بداية سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم احنا اليوم نقول لهم ونعودوا لهم، نقول لهم لا، الاحتفالات برأس السنة رأى فيها اتباع لليهود والنصارى، يعني ناس بعدوا عليها هل كذا وكذا برشا حاجات. لا انت ليه تيجي فيها وكثرت وصعبت؟ لا، يقول لك سنة إدارية. هي سنة إدارية. أما المهم احنا لازم تكون قلوبنا متعلقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم دائما. راهو نجاحنا وفلاحنا إلا في امتثالنا لأوامر الله على المنهج اللي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيفاش فهموا النبي صلى الله عليه وسلم. زاد ما ناخذوش السنة على كيف نحن في الزمان هذا، لا، كما فهموها الصحابة سلفنا الصالح. هذاك علاش ايش معناها المنهج السلفي؟ المنهج السلفي أن نتبعوا سلفنا الصالح. قلنا هذا حكينا فيه المرة الماضية وزدنا شوية إضافات على الحكمة من الناسخ والمنسوخ. ناخذ حكم أخرى. قلنا تارة ينزل الوحي للتدرج بالناس في التشريع، على ساعة باش يعطيك ربي الحكم من الأول صعيب، يمشي معنا بالتدرج، وهذا هو الأصل. لو أنت كي واحد تحب توصل معاه لنتيجة صحيحة والهدف قوي شوي، تمشي معاه خطوة شوي كما في التعليم، كما زاد في الدعوة باش تدعي إنسان. مش تقول له لا هذا حرام نحيه، هذا حرام نحيه، هذا لا. أول شيء ركز له على الإيمانية، تخليه يقوى إيمان، وابدأ بالصلاة اللي هي أهم شيء، أصل الدين الصلة بين العبد ورب. اربط الصلة ساعة، اربط الخيوط، خلي ثم واحد كونيكسيون موجودة.
بالتعبير العصري بتاعك، خلي ثم كونيكسيون موجود. من بعد هذيك كل مرة نحفظ حاجة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل مرة هكذا في عائلاتنا، مع أولاداتنا، مع أزواجنا، مع زوجاتنا. واحد خدام امرأة ما تصليش، هو ما كانش يصلي، من بعد هذا يحب لا يفرض عليها بالسيف. لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ايش معناها؟ مش تمشي بتدرج لك شوي شوي، فهمت؟ تدرج. وهذا وليداتك، وليداتنا نمشي معاهم زاد بالتدرج. الحمد لله اللي بعض معناها عندهم وليداتهم على هداية، ولكن هو ثم وحيد يقول لك أنا أخويا أولادي أهملتهم الأول، لكن بعد فقت على الروح يقولوا له امشي معهم، اختيو كالخيط هذاك ما تقصوش، وكالخيط ما تجبدوش جبدة قوية لين يتقطع زاد شوي شوي. فالتدرج راهو مرحلة هامة في تاريخنا الإسلامي، كل في برشا مواضيع. التدرج في الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع الصحابة في الإيمان شوي شوي. من الأول قال لهم الساعة ما تلاقوا كان بالقرآن، نحينا الحديث، من بعد لا خذوا الحديث. ثم تدرج في التربية، ثم تدرج في الدعوة. بداية النبي صلى الله عليه وسلم سرية، ثم بعد جهرية، كل شيء ثم تدرج في الأحكام أيضا. اللي يهمنا نحن في موضوعنا هو الأحكام، تدرج في الأحكام. ثم أحكام صعبة، فهمت؟ إنسان كان مدمن على شيء معين، مش نحيه له مش مرة واحدة أي ناحية تو، لا نمشي معاه اختيو. هنا كما مثال الخمر، كما مثال زاد الزنا اللي عندهم تفشي وقتها في الجاهلية، مشى معاهم تدرج. فهمت؟ علاش؟ لحداثة الناس بالجاهلية، زاد الجاهلية قريبة منهم. وهذا الكتاب الربي كان يتعاطى مخدرات، وما زال كتاب الربي نمشيو معاه بالقوة، لا نمشيو معاه حداثة، عنده مازال حديث العهد بالجاهلية، جاهليته كل واحد شنو هي جاهليته. فهمت؟ ولا يخفى ما فيه من تأليف قلوبهم بالإسلام. يحبوا التدرج هذاك يألف بين القلوب، ونهيئهم وتهيئتهم لما أريد له من نصر دين الله. مثاله التدرج في تحريم الخمر، وهذا تحدثنا عليه مش لازم نرجعوا له. فهمت؟ تحدثنا عليه المراحل، وقصة سيدنا عمر اللي كل مرة يحكي اللهم أرنا في الخمر شيئا، معناها بصحنا الأمر يا رب. كذلك التدرج في عدد الصلوات المشهور في حديث الإسراء والمعراج. هنا لا محالة ربي سبحانه وتعالى نزل لنا 50 صلاة وقت الإسراء والمعراج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ناقص خذاب أمر سيدنا موسى، وقعد يراجع في الأمر مع ربي حتى رجعهم ربي 5 صلوات ويتسجلون 50 صلاة. لكن هون المؤمن وقت يولي يقوى إيمانه شو يولي يعمل؟ يولي يتنفل وحده يزيد يتقرب وحده يزيد. وكان كانوا من الأول 50 صلاة، فعلا مش تكون صعيبة. أول واحد تصور واحنا يعيش في زماننا هذا ونقولوا له تو صلي 50 صلاة، ثم يدخل يتوب نقول له صلي 50 صلاة. فهمت؟ نعم نقول لك انهم مرة واحد تاب في رمضان. فهمت؟ قال انا تبت اول ليلة مشيت في رمضان، وقتاش مشيت مع صلاة العشاء، تبع جماعة الناس صلوا العشاء، أي صليت العشاء، بعد قام الله أكبر. فهمت؟ وبدأ يجبد فيهم ركعة الأولى الثانية شنو هذا؟ لا يا أخويا أنا قد أنا فهمت؟ لكن جاب ربي يزعل شكون؟ قالوا لا ولدي هذوك مش واجبين عليك، هذوك مستحب كان فهمت تقدر عليه. قال لي أنا باش نصلي صلاتي كلها هكا يومين هكا. قالوا له هذيك في رمضان بارك، بس ما يعرفش تحب تصليهم صليهم، ما تحبش تصليهم تلقى فيهم راحة صلي، ما أعطيك الصلوات الخمس ولا يفهم فيه باش بعد يفهموا. وكان هذوم 20 ما برك، كانوا 50 صلاة تصوروا. معناها الإنسان يقول لك احنا تو يقول لك ما عنديش وقت. في كل شيء عنده وقت، وللقهوة عنده وقت، وللتواليت عنده وقت،
وللقاعدة الغيبة ولا عنده صلاة ما عنديش وقت، خدمة وواعد وولاده كانت 50 صلاة مش يقول لك عندي وقت. درج اللي يفهم قيمتها، درج اللي يفهم قيمتها يولي ما عادش يعطي درج، يولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، كي يولي تولي له راحة، فهمت؟ راحته معاها يولي الدرجة ذاك يزيد يردها نص ساعة، وكان نص ساعة ذاك يزيدها أكثر فأكثر، فهمت؟ خاطر اللي يفهم قيمة هالشيء هذا أن هذا كله من فضل ربي. ربي أعطانا منح وأعطانا نعم ظاهرة، ثم نعم خفية. نعم خفية هذه أحيانا تأتي بعد التكاليف وبعد الصعوبات وبعد المحن تأتي المنح. فعنا حتى نعرف احنا النعم الظاهرة الساعة ونشكر عليها ربي. فمن النعم أيضا واللي هي باطنة، أنا جبت لكم مثال مرة قلت لكم أتصور واحد نقول له نعطيك 25 مليون 24 مليون، نعطيك 24 مليون تعطيني منهم 500 دينار هكا هو نص مليون، نعطيك 24 مليون تعطيني، وهذا مرة باش نستثمرهم لك، يعطيني زعما ولا ما يعطينيش؟ وكي ما يعطيش نسميوها الشخص هذا مش حتى مشحاح وجحود جحوح ومشحاح وناكر للجميل وما فيش حتى صفة باهية، هكا ولا صحيح ولا ولدي؟ خاطر تو انا عطيتك 24 مليون قلت لك اعطيني نصهم، نص مليون مش نص مليون برك، مش خلي لك 23 مليون ونص، بتقول لي لا ما نعطيش، هذا صاروا حقي ما نعطيش، ما تجيش. فاحنا ربي سبحانه وتعالى اعطانا 24 ساعة، قال لنا من هاك 24 ساعة اعطيني نص ساعة. شفت قداش قال لنا؟ اعطيني نص ساعة في نهار كامل، نص ساعة. انا اعطيتك حياة نتاع 24 ساعة تعيش فيها تتمتع تشيل، اعطيني منها نص ساعة ليا. برشا يقول لك لا ما نعطيش، ما عنديش وقت، تقول له رب او تقول له هو جحود هو ناكر للفضل. وربي سبحانه وتعالى قال لك النص ساعة هذيك باش نخبيها لك نستثمرها لك باش نهار القيامة تلقى عندك في البنكة ما شاء الله رصيد كبير. فوين الإنسان ثم نعم غافلين عليها تجي بعد التكاليف هذيك والصعوبات هذيك. اللي يعرف قيمتها شو يولي يقول لا يا ربي أنا نزيد ما عادش نعطي نص ساعة هكا ولا أنا نعطي أكثر مدامها لله سبحانه وتعالى. إذا كذلك قلنا التدرج في عدد الصلوات المشهور في حديث الإسراء والمعراج، كما أنه من حكم النسخ إظهار نعمة الله بما يرفع به من الحرج والضيق. لما حلوني في التدرج في الواحد ما حكيت لكمش برشا في المطبوعة، قد توسعتش معاكم برشا لأن التدرج هذا حكينا معاها فيه قبل، وذاك علاش ما نحبش على ساعة حاجات حكيتها ترجعوا لها ممكن. هوني عندنا من الحكم أيضا، من الحكم من حكم الناسخ والمنسوخ إظهار نعمة الله تعالى بما يرفع به من الحرج والضيق بنوع سابق من أنواع التكليف. يعني ربي سبحانه وتعالى ساعة على ساعة يكلفنا بتكليف، يحب يمتحننا، لكن من بعد يحب يخفف علينا لأنه فيها شوية صعوبة. ومثال ذلك نعم مش ابتلاء بمعنى الابتلاء اللي هو مصيبة، فهمت؟ بمعنى اختبار، كما ربي يبلونا بالخير والشر، فهمت؟ يبلونا بالخير والشر، فكذلك يحب يمتحننا. ثم أنه أحيانا لا مش هذاك حكينا فيه لأول مرة، هون قلنا لا يحب يرفع عنك الضيق، معناها عندك ابتلاء معين يعني يحب يخف عليك، مش حتى ابتلاء. يعني المسلمين أعطاهم حكم صعيب شوي، هذاك باهي تربية، هذاك حكم الصعيب تربية،
هو احنا كي يجي واحد يجي لولده الصغير يلقى عنده كح، يعطيه دواء مر، دواء هذا مر، ايش يعمل باش يشربه لولده؟ ولا يقول لا مادام مر ما نعطيهولوش؟ رضيع ولده يعطيه ولا ما يعطيه؟ يمشي له فمه ويسيبه ويزلقه له هكا ولا؟ الزريقه باهيه هي تلقاها الأم تهز ولدها وهو رضيع، تهزه للمستشفى باش يعملوا له في الزريقه ولا الطبيب، عينيها تدمع وهي مادته. علاش؟ خاطر لازم هذاك التلقيح هذاك هكا ولا؟ حاجات ساعة في التربيه ثم حاجات قويه شويه صعيبه لكن لابد منها، فهمت؟ هذيك اللي باش يربي ربي سبحانه وتعالى يربينا ساعات بحاجات صعيبه ومن بعد يرفع عنا هكا الضيق وهكا الحرج. ما تقولش حاجه ما انا صعيبه ولا السلام وفيها كراهيه، لا ما يكرهناش، ربي يحبنا كما الوالدين اللي يحبوا ولادهم هكا. ساعه على ساعه مش حتى سيدي دخل ولده اعطاه كف، فاش تضرب ولدك؟ اي اعطيه كف على خاطر لقيته عامل عامله ما تنطقش المره هذه، يلزم ردع قوي، لكن الكف هذاك رجعوا الاثنين فعلا لقاه يتكيف ولا يلقاه يعمل اعطيه كف المره هذه خلاص يشد اثنين. البوكي تلقاه ضرب الكف ايده ويرجعها هكا ساعه ما يحملش وتلقاه من داخل وبدا متضايق، لكن الكف هذاك جاب الاثنين فيقول الحمد لله انه وصل ولدي الاثنين. لابد حاجات ساعات الكفوف ناكلوها من عند ربي، لابد احيانا الزرارق ناخذوهم، لابد هذيك راهم يربيونا. ملا بالنسبه احيانا يكون ثم حاجات شاقه زاده كما عده المراه كانت عام كامل. تصوروا انتم العده نتاع المراه كان وقال ربي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا، يموت ويخلي مرأة وصية لأزواج متاعا إلى حول معناها عام كامل غير إخراج دارها، تقعد العدة متاعها ما تخرج من دارها عام كامل. سامحني سيدي الشيخ. نعم. حتى الكف نعم. الكف ماهوش باين، إذا اعتذر ولدك تضربه من تاني، الكف اللي يعمل له عقدة نفسية. شوف بنتي هو الكف مش باهي وحتى الضربة من تاني مش باهي، وراه هو في التربية الأصلية أنا كذا كان ضربته من تاني معناها هوني على الخلفية متاعه. أما الضرب عموما لا يجوز. تمام. عنا احنا في الإسلام يعني احنا تو حتى في الإسلام كي يوصل باش يضرب عود أرك ويضرب إذا وصل باش يضرب، أما هو ديما هكا يستعملوا الباب التخويف، ما عندناش ضرب راه في الإسلام. أي هذا أما احنا ساعة لساعة نحكيو على المتداول والراجل صعيد وضرب ولده، فهمت؟ وهذا متداول وإن كان لا يجوز، فهمت؟ إن كان لا يجوز ذلك، لكن موجودة ثم شكون يدخل فيه بالبنية وبالمعد، هذا لا يجوز كله. لكن حتى تلقاه وبعد ما يضرب تلقاه البو الصعيب هذا راهو تلقاه من بعد متقلق، ما تصوروش انه لكن هو يقول لك انا راني مصلحه ولدي ما يهمكمش فيها، ما تدخل حد، مصلحه ولدي. وهذا احيانا يجيب نتيجه، لكن النتيجه الحقيقيه دائما اللي نلقاوها راك الا في السنه، نتيجه اصوب والاصح سنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نرجع للآية. قلنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، معناها كانت عدة المرأة عام كامل، هي 4 شهور تو تبدأ متقلقة منها هكا ولا تو 4 شهور تقول لك مدة طويلة، شو 4 شهور قداش نقعد فمالك عام كامل؟ لا، ربي يلقى فيها حرج على النساء فنسخ الله تعالى ذلك بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 شهور و10 أيام. علاش؟ قال لأن في الأولى ثم حكمة تربوية باش المرأة تتعلمك الصبر، وهذا
ومن بعد ربي سبحانه وتعالى أعطاه الحكم اللي هو الأصلي، واللي هو ما عادش فيه أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. لأن وإحنا نشوفوا أن عدة المرأة اللي يتوفى زوجها 4 أشهر و10 أيام. المرأة المطلقة قديش عدتها؟ 3 حيضات، 3 أشهر هكا ولا؟ علاش فارق شهر ثم؟ علاش ثم فارق شهر؟ ثم جينية علمية ولات علمية جينية. شوف بعد 14 أيوة بسبب الحزن. ها باش نقول لكم شحال احنا توا كي نتصوروا نقولوا توا كيما برشا وحيد علمانيين يقول لك احنا ربي يجعل 3 أشهر ولا 4 أشهر باش نعرفوا المرأة في بطنها شيء ولا ما فيها شيء، باش نجموا باش تجي تتزوج من بعد ولا توا في نهار تجي تعرف مو غدوة بعد ما مات زوجها ولا بعد ما طلقت تمشي كذا الطبيب هي ما عندها حد شيء. لا يجوز ذلك، لابد من العدة. وهذا اللي يناديوا به جماعة بعض اليساريين قال لا لابد من العدة. وربي يجعل فارق شهر سيدي زاد فهمت؟ قال لأن كل رجل لو تبقى بصمته مع مرته لمدة معينة، إذا كان هي تحزن على رجلها، شكون باش تحزن؟ المطلقة دي هذيك البصمة طول بشهر أكثر، الأخرى لا تنتهي في 3 حيضات فقط وتنتهي البصمة. معناها يجوز باش وقتها تتزوج المطلقة. واللي مات رجلها 4 شهور هذيك أكثر خاطر تحزن على رجلها، فبالتالي هذاك أقصى شيء. ومن بعدها كي تتزوج ما يصير لها حتى أي مرض، لا هي لا للزوج اللي يتزوجها. ربي سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر بقوله تعالى والذين نعم سيدي. بالنسبة لك الحائط ما عندهاش حيض، خلينا نطور الموضوع، خلينا اعطينا هذا تمام. شنو؟ المدة بتاع المرأة اللي ما عندهاش حيض التي لا تحيض ما عندها حد شيء. أي ما باش يدخلوا ماهوش درس فقه، على إشارة ما الإشارات هذيك خلينا حد الإشارة برا ما خدش ما عندهاش. وذلك أنه كان من بين عادات الجاهلية أن المرأة إذا توفي زوجها كانت تدخل حفشا. حفش معناها بيت في تركينة بتاع الدار تلقاها مسقفة بالقش ولا بالجريد ولا كذا يسميوه حفش. يعني بيت أظلمه في الدار هذيك اللي عنده تقعد فيه عام كامل فتقعد فيه ولا تمس ماء سنة كاملة. هذا وين؟ في الجاهلية. ولا تغير لباسا عام كامل ولا تخرج من هذا المكان، بل يأتونها بالطعام في مكانها محبوسة. فإذا انتهت السنة خرجت وأخذت بعرة ورمت بها. شد بعرة بتاع بعيد ترمي. قالوا هذه كناية وكأنها تقول إن الذي عانيته في سبيل زوجي الذي مات لا يساوي عندي إلا كما تساوي هذه البعرة. معناها شوف المعاناة متاعهم ساكن. ومن بعد ترمي بالبعرة باش تقول كأني اللي عانيته ما يسالش في سبيل زوجي. أما سبيل زوجك راجلك خذاها واحد خذاها ربي ومشى على روحه، هذا لا هذا حكم ربي ما نلعبوش فيه. أي أنها أنا لست مهتمة بالسنة أو بالسنة التي قضيتها في الضنك والعذاب، ما يهمنيش قد. وقيل ترمي بالبعرة كناية عن انقطاع ذكرى زوجها. أنا خلاص الذكرى هذه قطعناها وانتهت. نعم تنسيه بعد العام. ما كان ما عادش نجم نتزوج ونجم كذا وتنسى. جاهلية، أفكار جاهلية. احنا توا تلقى عندنا راهو برشا حاجات بقايا جاهلية هذه الحمد لله انتهت. ثم تلقى عند بعض الناس راهو بعض الأفكار وبعض الحاجات كما هكا.
بعد سنة كاملة يكون عليها الوسخ فتحتك بشاة أو ببعير، لأن الماء لا يستطيع أن ينظفها. تقول أم سلمة: فقلما احتكت بشيء إلا مات. جيت تحتك بالبعير يموت بالجراثيم اللي عنده الواحد. من القرآن نزل على هؤلاء الناس اللي عندهم بقايا جاهلية وأبطل هذه العادات الباطلة كلها، وأثبت العدة سنة. أو عندكم عدة سنة، لكن تبقى مش كما بالطريقة هذيك. وبعد مدة لما استقر الأمر، خاطر باش ينحي لهم هذا زاد الأمر، شنو هذا كل ما عادش الرجال ما عادش عندها قيمة، مات تاخذ بعضها 4 شهور، أو كان على الأقل سنة خليها لهم. أما لا، تغتسل وتنظف. القرآن نزل على هؤلاء الناس وأبطل هذه العادات الباطلة كلها، وأثبت العدة سنة. وبعد مدة لما استقر الأمر جعل الله سبحانه وتعالى العدة 4 أشهر و10. فيها حكمة. معناش نحكي له عن حكمة. أنت تو جاي مؤخر، اسكت ما عندكش الحق. خاطر احكي عن حكمة لخصها وخليها عندك. ربي يبارك فيك، يفتح عليك. ما لا احنا توا في سرد الحكم من النسخ. من الحكم أيضا، من الحكم في النسخ كما يقع بالنسخ تطيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه بتمييز هذه الأمة على الأمم وإظهار فضلها. منين هذا؟ وين شفناه؟ قال: مثاله تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كما مضى بيانه. وقلنا هذا أعطيناه معنى من معاني الحكمة. قال: لا، أيضا عندها معنى آخر، حكمة أخرى. وفي الجملة معناها هونك الصحابة أصلهم من مكة، الوجه يتوجهوا من البيت المقدس. يقول لك احنا، فهذا تطيب لقلوبهم، وهذا شيء طيب. وفي الجملة فقد قال الإمام الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه. ربي سبحانه وتعالى قلنا لما خلق الخلق كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أول شيء خلقه ربي سبحانه وتعالى من أول الأشياء القلم. قالوا اكتب، أنا أقبل القلم اللوح المحفوظ. قال القلم اكتب يا رب باللوح المحفوظ. شو مش يكتب؟ علم الله سبحانه وتعالى مش يتحقق في الدنيا هذه كلها. كل شيء مش يتحقق مكتوب في اللوح المحفوظ. ايش معناها؟ معناها احنا تو جالسين على الجلسه هذه مكتوبه في اللوح المحفوظ من وقتها. اي مكتوبه. اما احنا هو مفروض علينا باش واحد اللي يصلي يصلي، مفروض علينا باش اللي يجي ما يجيش ما يجيش، مفروض علينا اللي مش يعمل حرام مفروض عليه. لا لا لا. سبق في علم الله ما سنختاره فكتب اختيارنا. هذا من تمام وكمال علم الله. وسبق في علم الله فيعلم الله ما سنختاره فكتب ما اختار. ردوا بالكم على خاطر هذا الباب كبير برشا برشا. حين يقول لك لا حتى يهديني ربي وحتى هذاك اش حب ربي وذاك. قل لا، هذاك اش حبيت انت مش حب ربي. ربي ما يحبناش الشر، ما يحبناش نعملوا الحرام، ما يحبناش. نعم بنتي. لسه ديما السؤال هذايا ما نفهمش القضيه. يعني كان فعلي الناس تقول لك انا عملت حاجه. فعلك انت اخترت ولا ربي اختاره لك؟ انا اخترت حاجه. يعني كنا كان اخترت وهو تحت اراده ربي سبحانه وتعالى. انت اخترت وتحت اراده ربي. لازم نفهم مش معناها تحت اراده ربي. شوف ربي سبحانه وتعالى كان زيدنا الموضوع اخر، لكن لابد من نحكي فيه. احنا توا ربي سبحانه وتعالى كي خلق المخلوقات قبل ما يخلق الانسان شي خلق السماوات والارض، هكا ولا؟ ولذلك كي خلقهم عرض عليهم الامانه. ربي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. عرضها على الانسان وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. شنو هي الامانه هذه؟ امانه باختصار تحب انت تتحمل التكليف ولا انا نسيرك.
هكا قال لهم ربي أنا نسيركم وإلا أنتم ما تكونوا تحت التكليف تسيروا رواحكم. وهذا بإرادة الله. ربي أراد أن سمى كل واحد يختار السماوات والأرض والجبال قبل يا ربي أنت سيرنا أنت سيرنا. طيب شكون يسير فيها؟ شكون ينزل في الأمطار؟ شكون اللي يحول الجبال إلى قلم؟ شكون؟ كل ربي سبحانه وتعالى. شكون يتحكم في الطبيعة كل رب يتحكم فينا احنا أيضا. لكن أعطانا إرادة وأعطانا اختيار. قال لك أنت باش تختار أفعالك مش باش تختار كل شيء. لا أفعالك اللي تعمل. أما النتائج مش أنت تختارها أنا نختارها. الله كلفنا وتكفل. تكفل هو بالنتائج. أنا ننشئك أنا نوفقك أنا نعطيك الهداية أنا نعطيك. شفت هذه كلها تكفل بها رب. لكن إذا تحب الهداية اسعى لها أنت يلزمك تدعي ربي باش يعطيك الهداية. أنت يلزمك تاخذ بأسباب الهداية ما تاخذش بأسباب عكسية. أنت تحب الهداية تمشي للجامعة ولا تمشي للطبرنة؟ تمشي للجامعة ما تطلب الهداية. أما واحد يمشي للطبرنة قال وين مخك أنت طالب الهداية وماشي العكس ما تجيش. فأوك ربي اجعلها لنا امتحان. أنت امتحنك ربي. أنت موضوع الامتحان في هذا الكون هذا. كلهم ما نجموش يتحملوا الأمانة وعرفوا حدودهم. الإنسان تجاوز حدوده قال لا أنا نتحمل مسؤوليتي يا ربي أنا. لكن قال ربي سبحانه وتعالى كل هذا كله مش خليك نعطيك إرادة لكن إرادتك لا تتم إلا بإرادة ربي سبحانه وتعالى. فكي نقولوا سرق السارق هذا اللي سرق بإرادة ربي ولا مش بإرادة ربي؟ بإرادة ربي. مش معناها بإرادة ربي مش معناها ربي حب ذلك. لا ما دام ربي أعطاه إرادة وهو اختارك السارق هذاك. لو أراد الله يمنعه ولا ما يمنعوش؟ ما منعوش معناها بإرادته لم يمنعه. لو كان حب يمنعه ربي. لكن ربي بإرادته لم يمنعه. علاش؟ لأنك أنت محل اختبار في امتحان. طبعا واحد تلامذة يبدأ يدور الأستاذ ويعطيهم سؤال ويلقى واحد منهم كاتب بالغلط قادر باش يقولوا لا غلط صلح لكن يسكت عليه خاطر في الامتحان ما يجيش لا يصلح له ولا يسكت عليه هكا ولا يصلح عليه الكل يعطيه. فربي سبحانه وتعالى خلانا هكاك بإرادتنا. لكن رب مش تتحاسب عليه. هذا كل شيء راه تحت إرادة ربي ما يلزمش. لكن مش معناها ربي يحب مش معناها ربي يرضاه ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا هكا يحبنا الخير. مالاش معناها مش معناها ربي يقدر لنا أي سابق في علمه ما ستختار. ما أعطانا احنا اختيار وأعطانا إرادة وإحنا باب واسع. أنا لخصت لكم في وقت وجيز لأن مش موضوعنا. أما علاش قلت لكم ديما تحضروا دروس لو برشا حاجات تفهموها أحسن وأحسن كل مرة يصل. هذه نقطة أساسية في حياتنا. برشا ناس على ساعة يقولوا هذا موضوع شيك قوي برشا ما نجمش نحكي فيه بمخ. قولوا عندك الحق لكن كي تاخذوا بهالبساطة هذه راه يولي أمر سهل. كيفاش؟ وهي أن الله سبحانه وتعالى كلفنا. أنا مكلف. الله تكفل. ما لازمنيش نتدخل في الأشياء اللي تكفل بها ربي. اللي تكفل بها ربي كما واحد صاحب مصنع. أنا مدير مصنع أو عندي أموال أسست مصنع وحطيت فيه مدير. جيت للمدير قلت له أنت باش تسير لي هالمصنع هذا. فهمت؟ وهذا المصنع نحب الصناع نعطيهم شهرية كذا كل واحد شنو شهريته نحددها. نعملوا لهم النقل نعملوا لهم لباس معين نعطيهم الأوقات نتاعهم نعطيهم هوني لا أعطيناهم أوقات نتاعهم. هذيك الأشياء الأخرى اللي أعطيناها وهذيك احنا تكفلنا بها.
اما حتى يحدوا لهم وقته ما لازمش يتجاوز الوقت، ما لازمش ما يجيني 8 يجيني 8 و4 حاسبوا عليها. الماكينه هذه باش تخدم عليها كيفاش تخدم عليها؟ مش تخدم عليها بالغلط، هذه التكاليف. فصاحب المعمل يعطيك ارشادات وتكاليف معينه يلزمك تمشي عليها ولا ما يلزمكش تمشي عليها. كي ما تمشيش عليها يخالفك ولا ما يخالفكش، عملك مخالف. واذا كان مشيت على الحزب يعطيك الجزاء بتاعك. احنا هكاك في الدنيا، وان كان لا يمثل ابدا لكن للتقريب للاذهان. احنا في الدنيا ربي كلفنا باشياء، اعمل باللي كلفك به ربي، وراه تكفل لك ربي بالهدايه. قال لك اذا كان تاخذ باسباب الهدايه انا نوفقك للهدايه. اسباب الهدايه اول شيء اطلبها، اهدنا الصراط المستقيم. ثانيا تسير على النهج بتاع الصراط المستقيم، الصراط اللي انعم عليهم ربي. ما تمشيليش في ثنيه المغضوب عليهم والضالين، تمشي لي في ثنيه غلطه بعدين تقول لي اهدنا الصراط المستقيم. الترينو ماشي للجنوب وانا نقول يا ربي هزني الباشا. ما نتعوج على ربي. قديش تعوجنا على ربي برشا. يا ربي ينصر فلسطين، يا ربي ينصر الفلسطينيين، واحنا نعمل في المعاصي، واحنا نعاون في اليهود، نشري في الدخان اللي هو باش نعاونوا به اليهود، واحنا يعني 1000 حاجه نعاونوا في اليهود، وبعدين نقول يا ربي انصر الاسلام والمسلمين. نتعوجوا على ربي. وقتاش ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. خذ بالاسباب الصحيحه. فالهدايه نفس الشيء. فاش قال ربي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما لا ارجع للكتاب، هو الكتالوج بتاعك بتاع الهدايه، الكتاب القران هذا كتالوج بتاعك. من عند شكون؟ من عند المصنع الخالق اللي صنعك، اعطاك ما خليكش تمشي ضايع. كتاب هدايتك تلقى غلطه ارجع لها باش تمشي في ثنيه صحيحه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لشكون؟ للمتقين. من اول شيء ساعه كون تقي. التقي انك تقول انا باش نمتثل لاوامر ربي واوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونشد ثنيه صحيحه. هذا امر نعمل به، هذا نهي نبعد عليه. كيما واحد شد ثنيه اعطوه الخريطه، خريطه ماشي البلاد معينه، اعطوه الخريطه هو ماشي وعارف الثنيه، في الثنيه يلقى بلاكه رد بالك فما منعطف كذا، رد بالك ثم مطب رد. يلزم ياخذ بالاحتياطات هذيك. انتبه فما سكن قريب نقص مصرع هوني كذا. احنا هكاك كتالوج ماشيين به هو القران. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين اساس التقوى بتاعك هي ايمانك بالغيب، ايمانك بالله اللي هو غيب، ايمانك باوامر ربي، ايمانك بالملائكه اللي هما يسجلوا لك، ايمانك باليوم الاخر باش تتحاسب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لابد من الإيمان والعمل الصالح. لواش؟ لأن العمل الصالح يقوي الإيمان ويخليك ديما تمشي تختار ديما النية الصحيحة وماشي. الإيمان والعمل الصالح. إذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن بعد أولئك على هدى. ما تحط بالهداية، أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. فإذا طريق الهداية بينه لنا ربي. هوني كلفنا بأشياء اللي باش نمشي ونسيروا على طريق الهداية الصحيحة فنلتزموا به. الأمر بل صار بسيط جدا. فلما نعقدوا على أنفسنا ونقولوا لا ربي خلقني هو اللي يهديني هو اللي كذا، كان حب ربي كان حب ربي. تفهم بجهلك ولا تفهم بالعلم الصحيح اللي أعطاه لك ربي سبحانه وتعالى. ليش تتفلسف وحدك؟ هذيك مشكلتنا احنا كي نتركوا كلام ربي ونحبوا ناخذوا كل شيء بعقلنا. صحيح العقل اللي أعطاه لك ربي هذاك راهو كنز عظيم جدا، لكن ما يوجه التوجيه الصحيح إلا كلام ربي، إلا الوحي. فديما مع الوحي
البوصلة تتعدل. ملا الإمام الشافعي قال إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم. سابق في علمه باش يصير كل إنسان وكل واحد، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء، القرآن الوحي عموما تبيان لكل شيء وهدى ورحمة. وفرض فيه فرائض في القرآن أثبتها وأخرى نسخها. ثم فرائض بقات موجودة وفما فرائض انسخها. رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم، باش يخفف عنهم، وبالتوسعة عليهم، باش يوسع عليهم، رحمة بهم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أو قال بخير منها، من خير للأمة. رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت. نعم بنتي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة. هي سورة البقرة هي أصل شرحنا وهي التركيز متاعنا احنا. لا سورة البقرة آية 106 هي اللي تو مركزين عليها. تو قداش من جمعة مركزين على هذه الآية احنا. إذا قلنا زيادة ما فيما ابتدأهم به من نعمه. ما نعرف ربي أعطاك نعم، فزيادة على النعم هذه أكل نسخ هذاك راك يخفف عليك ولا يبدل لك حكم، راهو هذاك زيادة في النعم. وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة. من أثابنا الجنة بإذن الله وقت ناخذ بها الشيء اللي انتهينا إليه، والنجاة من عذابهم، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. عمت رحمة ربي فيما أثبته الله في القرآن وفيما نسخه أيضا، فله الحمد على نعمه. هذه نعمة من عند ربي. حبيبين لنا هذا النسخ راه نعمة، مش كما ينتقدوه اليهود يقولوا لا كيفاش نسخوا، بل العكس. هنا وجهنا الإمام الشافعي توجيه صحيح واختم منا بكلام نظيف هام جدا. قال لنا راي هذه نعمة. لكن النسخ ذاك لا نعمة، ما هوش بداء كما قالوا اليهود، وقالوا أن محمد شنو مرة يبدل لنا حكم اليوم وغدوه حكم، إذا هذا القرآن من عند محمد. لا، فهوني وصلنا من النتيجة أن اللي قالها لنا ربي سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لذلك بعد أن بين الله تعالى أنه انتهينا من موضوع النسخ، من شرحنا للنسخ والمنسوخ كنسخ والمنسوخ كموضوع علمي. باش نرجع تو للآية. بعد أن بين الله تعالى أنه حينما يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه وتعالى يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل. إما تكون نتيجة عاجلة في ساعة تلقاها، وإلا لو بعد فترة طويلة، أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. لله حكم ما نعرفوش وقتاش الشيء ينفع الإنسان، ممكن عاجلا ممكن آجلا. بعد أن بين الله تعالى حينما يرفع حكم في ذكر في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ختم الله الآية بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لواش زيادة؟ لا، هذه الخلاصة اللي لازم نوصلوا لها واللي لازم نعتقدوها واللي لازم نفهموها في حياتنا كلها. مش كان في موضوع النسخ، في موضوع النسخ وغيره لازم نعرف أن رب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أي وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير، متمكن من أن يفعل ما يشاء على الوجه الذي تقتضيه حكمته وإرادته. ومن كان هذا شأنه فله أن يأمر في وقت بأمر ثم ينسخه أو يستبدل به في وقت آخر لمقتضيات الظروف والأحوال. ربي حكيم ولا مش حكيم؟ ربي سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولا؟ إذا حكمته تقتضي أنه الآن هذا الحكم يمشي يصير،
بعد فترة لا نغيره، مش من البداء اللي عند الإنسان. هذا البداء شنو هو البداء؟ والله ظهرت لي فكرة أخرى أحسن. لا، ما هذه عندنا احنا، أما عند ربي سبحانه وتعالى يعلم الله ما يصلح بالإنسان من البداية. لكن هناك حكم يصلح به في فترة معينة، هناك حكم آخر ولا يصلح به في فترة آخر. تقوى إيمانه توا، لا نمشي معاه في درجة أخرى. ثم أقام سبحانه الدليل على كمال قدرته وشمولها لكل شيء، فقال تعالى في الآية اللي بعدها، الآية 107، ايش قال؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. يا إنسان يا بشر، لازمك تعرف أن ربي على كل شيء قدير، يغير كما يحب ويعمل كما يحب، الكون كون. ولازمك تعلم أيضا أن الله له ملك السماوات والأرض، كما على كل شيء قدير، هو يملك هالأشياء هذه. فالمالك يتحكم في ملكه كما يشاء دون اعتراض، ما لازمش يقولوا له علاش وعلاش أبدا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن نسأل، أما ربي لا. علاش عمل لك؟ الملائكة سألت، الملائكة سألت، أي سألت مش سؤال اعتراض، مش علاش بتاع اعتراض، لا، يحبوا يعرفوا، مش عارفين الحكمة. أي فسؤال الحكمة أي نسأل عليه، علاش هكا زعما، شنو هي الفائدة زعما، شنو هو كذا، هذا يزيدك إيمان. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني في النهاية دور ترجع ربي، ما يشفع فيك كان ربي، ما تلقاه ولي كان ربي، ما ينصرك كان ربي. فبالتالي إذا كان ربي سبحانه وتعالى أعطاك أحكام وغيرها لك، امشي على الأحكام هذيك، راهي فايدتك في اتباع أوامر ربي سبحانه وتعالى. أي أنه سبحانه وتعالى مالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية. أما هي العلوية الملائكة طبعا هكا، ولا كائنات العلوية، السفلية البشر والحيوان وأنه هو المتصرف كما يشاء في ذواتها وأحوالها، وأنه يتصرف في أمورها ويجريها على حسب ما يصلحهم. فله الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر. يعني الله هو اللي خلق، الله هو اللي يعطي الأوامر. مش نمشيو بأوامرنا احنا على كيفنا. انت تو كي واحد كي تشري سيارة تمشي على تخدمها على حسب معلومات المصنع، ولا تحب تخدمها على كيفك انت؟ لا، مش على كيفك، احكي من المصنع اللي صنعها لك، سواء سيارة سواء تليفون سواء قال لك كيفاش تستعملها. فله الخلق وله الأمر، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء. مش هكاك زاد على الباطل، أي هذا نحب نشقيه، هذا نحب نسعده، لا. ما احنا عوامل الشقاء والسعادة احنا نختارها. أنت إذا كان ماشي في طريق ربي، اخترت طريق ربي، ورضيت طريق ربي، فربي يمشي يسعدك. وإذا كان أنت رفضت طريق ربي تبعت الحال، فهوني مش لا هذا رفض طريق ربي أي خلينا نسعده، هذا يمشي في طريق ربي، لا ما تجيش. يسعد من يشاء، فهذا اللي أشاء الشخص اللي أراد أن يستقيم، أراد الله له الاستقامة وأراد له الله السعادة. ونحكي نحكي على السعادة، خاصة السعادة الأبدية، السعادة الأخروية. خاطر ساعة برشا الناس يقول لك هنا احنا المسلمين في شقاء والغرب في سعادة كذا، لا راهي ظاهرها سعادة، والله هم في شقاء أشد منك. فهمت؟ نعم بنتي تفضل. جيني حالة تأثر بكل صراحة كي نشوف صغيرات فلسطين، نقول احنا مسلمين ديما ندعي، سيرتو صغارهم هم، يعني حتى واحد ولا ينسى روحه وصغاره. سبحان الله، نقول سامحني بالحق جيني كلنا نفكروا في هذا، مش نقول يا ربي وينك؟ ما هكا به. فهم؟ شعب سوريا قداش عنده
13 سنة 13 سنة هو يعاني، لكن ربي يمتحن فيهم. ايش يقولوا في الاخر؟ كفروا؟ لا، يا رب ما إلنا غيرك. سمعتوهاش قداش مرة؟ ما إلنا غيرك، ديارهم تتهدم، بدأوا قبل غزة، يا رب ما إلنا غيرك، يا رب ما إلنا، وتشرد من تشرد، نصرهم ربي. ربي قال كيفاش على دخول الجنة؟ قل أفحسبتم كيفاش هذيك الآية؟ أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هذه سنة كونية، سنة كونية. علاش ربي يحب يتشمت فينا؟ لا، يحب يختار فينا شهداء، راه مش شيء سهل. راهو هذوك الشهداء هذوكم ثمرة عظيمة فهمت في الأمة باش بعدها يجي النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والله نصر الله قريب، أقسم بالله، أقسم بالله. والله يرينا النصر ما احنا رانا ننساه. بدأ النصر من سنوات التالي، من فتح آيا صوفيا، والأعداء داخلين بعضهم كلهم، الأعداء حتى العرب تكلموا. آيا صوفيا في تركيا هي لكن من هذاك. وسيأتي غزة أو بدأ الأموي زاد توا تحرر جامع الأمم في سوريا، وباش يجي النصر شوي شوي فهمت. قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسوريا، قال لهم راهو الفتنة في سوريا تبدأ بلعب أطفال وتدوم 12 سنة، هكذا دامت 12 سنة، بعد 12 سنة 13 سنة حررهم ربي سبحانه وتعالى. وقال كل ما تخمد الثورة تعاود ترجع، كل ما هو كيك صار الحمد لله بعد النهاية خمدة هكا وانتصروا المسلمين. نقولوا مسلمين راهو أهل السنة، خاطر الآخرين العلويين اللي شادين كفار ومن أكثر مش حتى الشيعة. في فلسطين أيضا بخصومة فلسطين ما حتى لين نشوفوا نقولوا شوف الرئيس بتاعهم بتاع فلسطين مع اليهود يحمي في اليهود ويحارب في شعبه. ورغم ذلك سيأتي النصر، والله سيأتي النصر، لأن ربي يحب قلوب الإبعاد. هذا إيش باش تعمل زاد؟ يلزم قلبك يتحير، يلزم هكاك باش أنت تقول يا رب هذوما راهم منا يا ربي، نحس عليهم يا ربي، هذا نتاعنا يا رب. إيه أما مش كان أنت قاعدة ساكتة برشا، أنت هاك تتكلم برشا ساكتين. يحب ربي يحير برشا قلوب. ما عادش ياكلوا تو هلا نهايرين هذو الاخرانيين تو الكلاب تاكل ايه في العباد. لكن احنا ويننا؟ انت يا قلبك تحير، ما برشا مساكتين. ربي يحبنا، اما هذوك راهو عند ربي راهو شيء عظيم. راهو ما ننظروش لظاهر الامر. ما هذيك شنو باش يجينا السؤال يا ربي استغفر الله، وين النصر اللي وعدنا؟ متى نصر الله؟ الا ان نصر الله. قال هذاش ربي حتى إذا استيأس الرسل وقت يجي النصر. فبعد شدة وصعوبة، لأن النصر راهو كان جاء من هكا الأيامات الأولانية، راه سوريا داخلة بعضها. أما تو كي جاهم بعد شدة وبعد صعوبة فهمت باش يجي منها فتح الأمة. بعدها هي انتظروا مصر تو، انتظروا. لكن السيسي اللي هو في باله في القصورات ومحمي وكل، والله يرعش، والله خايف. كان تسمعوا كلامه ساعات، تسمعوا هالايامات الاخرانيه يرعش خايف من اللي صار في ثوره على البشار. راه ما يرقدوش الليل. قال الحمد لله ما وسختش يدي. ومانيش كيما بشار ما وسخش يده. اوسخ الناس قل له رابعه بركه اللي عملته هذاك ما وسخش يدي. فهمت؟ تخلينا من هذا المواضيع السياسيه. اما والله كل ظلم سياتيهم وقتهم. فهمت؟ وش يجيك النصر تحس بيه، باش يجي نصر للأمة الإسلامية اللي باش نحسوا بيه. هي نتحاسبوا سيدي. أما حتى نفيقوا وحتى نتحاسبوا، حتى هذيك المشكلة. لو احنا فقنا بسرعة وفيقنا بعضنا فهمت؟ لو كي واحد تم حريقة في داره وجماعة كل ساكنين مع بعض، شاف الحريقة هرب وسكت وحده
ما يفيق يا فلان فيق قوم ثم حريقة يفيقهم الناس. احنا لا، اللي ينجو ننجو بنفسه شنو؟ لا لازم نفيقوا الناس. قايمين بالدعوة احنا ولا ساكتين عليها؟ علاش جاتني فرصة لحظة برك، جاتني فرصة أنا وقتها في باريس في بلاصة دو لا ريبوبليك، ليفينمون كبير على فلسطين والكل. فرنساويين قاموا يتكلموا معناها يتمنوا علينا، يقولوا بون l'Arabie saoudite et alors les musulmans et alors il faut voir les enfants. انا وقت بحديهم والله معناها كان ما خفتش على ولادي وراجلي والكل. راك دخلت فيها. لا ما زايد ما تاكلوش فيه. فهمت؟ قولوا يا رب. يقول العربية السعودية كيس كنا فيه معناها خاطر في نسبة من كلامهم راهو صح. صحيح قال معنا نعم العربية السعودية ما عرفت شيء. كلامهم صحيح لأن العربية السعودية تعاون في اليهود مش حتى ما عملت شيء. تعاون في اليهود. راهي اليهود باش قويين بالعرب. خليكم السعود من امريكا وخايين بالعرب، عارفه ان العرب ما يعملوا حد شيء وهم اعوانها. فاحنا مصيبتنا في الرؤساء هي عينتهم، هي نصبتهم، واللي يصير له مشكله فهمت؟ اول واحد يكلم اليهود. دوب ما صارت المشكله في سوريا فهمت؟ دوب ما صارت المشكله هذه نتاع السيسي كلم مشى بعث نتاع الخارجيه نتاعو، بعثوا لنتنياهو قالوا لازم تكلموا لي امريكا وتحميوني بالكدا، ما كانش مصيبه تدور عليكم انتم. شوف العباد كيف وصلنا. شوف لكن النصر سياتي من الشعوب الضعيفه فهمت؟ راهو ربي سبحانه وتعالى يتقبل ما هاك الناس الضعاف اللي ما عندهم شيء يقول يا رب فهمت؟ كيفاش في الحديث انما النصر كيفاش الحديث مع الضعفاء. تذكروا الحديث انما تنصرون بضعفائكم. ما شنو لكن النساء اللي قاعدين في الديار وما مشاوش للجهاد ويصلي ويدعيوا باش يخلي لهم ربي، لا بها بصلواتهم وبدعائهم. فهكاك احنا تو فهمت؟ فاذا ان شاء الله ربي النصر قريب ان شاء الله. نصبروا بركه. شنو بنتي كنت باش تقول؟ نشات مش مشكل كان لك ما لا خلينا نكملوا هالكلمتين باش نصلي العصر ما قلنا كما خلقهم كما يشاء يسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. مش على كيف نحن زاد الحلال والحرام. ويبيح ما يشاء ويحذر ما يشاء، يحرم اللي يحبه رب، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمالك لكل شيء من حقه أن يمحو ما يشاء ويثبت ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. المالك الحاكم هو الله، مالك يوم الدين، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إذا يثبت ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، وهو أعلم بما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبر وامتثال ما أمر وترك ما عنه زجر. فليس للناس من أحد يتولى أمورهم ويعينهم على أعدائهم سوى الله. ما لكم من دونه وما لكم من دونه من ولي ولا نصير. إذا ليس للناس من أحد يتولى أمورهم ويعينهم على أعدائهم سواه. ومن كان الله وليه ونصيره علم يقينا أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له في دنياه وأخراه. هذه خاتمة كلامنا. يعني احنا لازم نعرف توا ربي أعطانا بحكمة الشيء اللي يناسبنا توا على حسب فعايلنا، ولكن النصر إن شاء الله قريب. ومن كان الله وليه ونصيره علم يقينا أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له في دنيا وأخرى. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهاتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ
افتراء وإفكا. والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا ندعوك الله ندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا ومغفرة من كل ذنب وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في سوريا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان وعلي كلمتي الحق والدين واخذل كل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم اجعل لهم فتحا قريبا يا رب العالمين. اللهم أوقف الحرب يا رب قريبا عاجلا. اللهم أوقف الحرب عليهم يا رب العالمين في القريب العاجل يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وانصر الإسلام والمسلمين واهزم اليهود المعتدين. اللهم اهزمهم يا